بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشتركين معنا في قناة الدكتور، النهاردة إن شاء الله حبيت أجهز لكم وأكلمكم في موضوع مهم جدا جدا جدا، اللي هو موضوع إيه؟ الناس اللي بتعوز تتخن شوية، والناس اللي بيبقى جسمها نحيف ومحتاجة وزنها يزيد وبيطلعوا جري على الصيدلية. طبعا اللي في الصيدلية، طبعا مش هنقول دكتور صيدلي، بيبقى في ناس واقفة في الصيدلية كده معاهم أي تعليم، وممكن يكون معاه كلية أو أي حاجة. فالفكرة اللي في الصيدلية بيقوم مديله الشريطين، يقول له امشي على الشريطين دول 3 4 شهور، هتلاقي وزنك يا ست الكل زاد خالص وبقيتي ما شاء الله قمراية زي ما بيقولوا كده. فبصراحة أنا بزعل، وطبعا الشريطين دولت بيودوا في داهية لو مش كانوا هيسببوا في موت المريض ويسببوا له في عجز تاني، ممكن لا قدر الله يسببوا له يعني ايه مرض مستمر. هما بقى الشريطين دولت ان في الصيدليه بيديهم له شريط الديكسازون وشريط الترياكتين. طبعا الترياكتين ما فيهوش مشاكل قوي، انا مشكلته كلها في الديكسازون. طبعا البنوته الحلوه القمرايه الصغيره رفيعه كده عامله زي العصايه بتروح تاخد الديكسازون، جسمها يملى وشها يحمر فتبقى مبسوطه قوي، وتروح تقول لصاحبتها ده انا خدت شريطين خلوني زي القمر. طبعا الكلام ده كله غلط غلط غلط. ليه؟ الديكسازون ده عباره عن كورتيزونات. الكورتيزونات استعمالها لفتره طويله لها مساوئ كبيره جدا، والتخن اللي حصل لها ده تخن كاذب. ليه؟ لانه عباره عن شويه ميه تحت الجلد. فانت استعمال الديكسازون لفترات طويله بيعمل لنا، وطبعا الموضوع مش بيبقى تحت اشراف طبيب ولا اي حاجه، بيعمل لنا مشاكل كبيره جدا جدا جدا. ازاي يا دكتور خليفه؟ طبعا الديكسازون دوت بيبدا يعمل لنا ميه تحت الجلد، لانه بيعمل احتباس للصوديوم، احتباس للميه، فتلاقي العيل او الواحد او الواحده جسمها ينفش كده في الفاضي. تاني حاجة الديكسازون ده بيعمل توزيع غير متكافئ، يعني تلاقي مثلا الرقبة تخنت، البطن تخنت، الهارش تخن، وفي نفس الوقت تلاقي الرجل ضعيفة جدا، الدراعات ضعيفة، بيبقى شكل مش ظريف. وطبعا يعني ربنا يعافي الجميع. بتبدأ تعمل علامات في البطن طبعا. فده أحد أهم المساوئ في استعمال الكورتيزونات لفترة طويلة. طبعا استعمال الديكسازون فترة طويلة هيبدأ يأثر على صحة العظام، فيبدأ يعمل لنا هشاشة في العظام، وممكن لا قدر الله يوصل لمرحلة خشونة زيادة، وممكن لا قدر يعمل تغيير مفصل، لأنه بدأ يأثر على العظم نفسه، أو زي ما بنقول كده بينخور، بيبقى عامل زي السوس اللي بنخور في الخشب أو العظم. تاني حاجة هيبدأ يعمل لنا التهابات في المعدة، وممكن لا قدر الله يوصلنا لمرحلة قرحة في المعدة لدرجة إن المريض يبدأ يرجع دم لا قدر الله. برضه استعمال الديكسازون دي فترات طويلة ممكن يعمل لنا أرق، تلاقي المريض دايما عنده أرق مش مركز، في مشكلة عنده في النوم، ممكن يحصل له كوابيس لا قدر الله. برضه استعمال الديكسازون دي فترات طويلة ممكن يعمل لنا طبعا ارتفاع في ضغط الدم، لأنه بيعمل احتباس للصوديوم والأملاح جوه الجسم والمية. ممكن يبدأ يعمل لنا ارتفاع في السكر في الدم، لأنه بيبدأ يعني ليه تأثير سلبي على مستوى الأنسولين، فيبدأ يعاكس شغل الأنسولين، فيبدأ الجلوكوز يعلى في الدم ويبدأ السكر يعلى في الدم. وشفناها في ناس كتير إن السكر بدأ يعلى بسبب استعمال الكورتيزونات فترة طويلة. برضه بيبدأ يعمل تقلب في المزاج، تلاقي المريض مزاجه مش حلو. تمام. برضو استعمال الكورتيزونات فترة طويلة يعني ممكن لا قدر الله يعمل صعوبة في المشي والحركة، لأنه يبدأ يورم الرجل من تحت. تمام. برضو استعمال الكورتيزونات فترة طويلة بيبدأ يعمل دوخة معانا. تمام. الكورتيزون دوت من الحاجات اللي بتأخر التئام الجروح، واحد يكون مجروح ولا حاجة وهو بيستعمل الكورتيزون هتلاقي الجرح ما بيلمش بسرعة. برضو استعمال الكورتيزون فترة طويلة اللي هو الديكسازون اللي بنستعمله عشان نتخن ونحلو، بيأثر على المناعة بتاعة المريض، وكل شوية تلاقيه تعبان، عنده عدوى فيروسية، عنده عدوى بكتيرية، مش مظبوط. فأنا نصيحة أخوية لأختي العسلية، بلاش 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 نستعمل الديكسازون في موضوع التدخين والتخسيس، التدخين بالذات. ليه؟ لأنه ليه تأثير سلبي على جسمك ويأثر عليك بعد كده. يعني أنا شايف مبدئيا هيبقى التخن بتاعها مش ظريف، واول ما تبطل كل حاجه هتنزل، ممكن لا قدر يجيب لها سكر، ممكن لا قدر يجيب لها ضغط.
هيعمل لها علامات مش لطيفة في جسمها، مناعتها ضعيفة، هشاشة في العظم، كل شوية يحصل لها كسر في رجليها، مش قادرة تتحرك. فيا ريت يا اختي العزيزه بلاش الديكسازون، ويا ريت يا اخي الفاضل اللي واقف في الصيدليه، طبعا الدكتور الصيدلي اكيد مش هيطلعه، اللي بيبقى واقف الاسيستنت اللي موجود في الصيدليه، بلاش كل بنوته صغيره تجي لك تقول لك عاوز اتخن تقوم مطلع لها ديكسازون وترياكتين وتقول لها خديه عسل هتبقى زي الفل وهتحلو وتحمر وتبقى جميله. بلاش، لان المساوئ والعيوب اكتر من المميزات وهتدخلها في مشاكل كتير بعد كده. والمصيبه الاكبر لما نكتشف البنوته بتحلو كده وتتخن وتكتشف المساوئ بتاعته تقوم مبطله الديكسازون مره واحده. طبعا الحاجات دي ما تنفعش، ما ينفعش اكون ماشي على كورتيزونات فتره طويله وهم مبطلها مره واحده كده، انت بتدخله في صدمه، يعني حرام، انت كده بتدخله في مصيبه اكبر. يا ريت ما حدش عاد يكتبه تاني، يعني او حد يطلعه في صيدليه كده عشان التخن والتخسيس. انما الترياكتين يعني المساوئ بتاعته بسيطه، ممكن يخليها تنام شويه، دوخه شويه، تحس ان نفسها غمى عليها شويه، امساك، فالمساوئ بتاعته مش قوي. وبعدين في الاول وفي الاخر احنا نشوف السبب اللي موجود ايه ونعالجه، بدل ما نفضل ناخد حاجات من الصيدليات كده في الفاضي. يبقى كمان مره بوصي الراجل الطيب اللي واقف في الصيدليه، وبوصي البنوته، وبوصي الاهالي، حرام اللي بتعملوه في اولادكم. مش كل واحد رفيع شويه تروح تديله ديكسازون وترياكتين وتقول له انت هتتخن، انتوا بتدخلوه في مصايب مصايب. ودي كانت معلومه بسيطه حبيت اقولها لكم النهارده مع الدكتور خليفه مختار خليفه، اخصائي الكبد والجهاز الهضمي والحميات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.